صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة على عيونكم. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. بقالي داخلة في 4 ايام ما نزلتلكوش فيديو. حقكم عليا، انا اسفة جدا جدا جدا، وشكرا للناس اللي دخلت لي وبعتت لي على الخاص. فينك يا هند؟ مش باينة ليه؟ واللي بعتولي على الفيديوهات، ربنا يخليكم ليا. ودايما كده الاقيكم بتسألوا عليا. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي، احلى عيلة في الدنيا. اللي بعتولي طمنينا عليكي، انا زي الفل يا جماعة، الحمد لله، نشكر ربنا، الحمد لله. بس كان عندي فرح عقبال عندكم. حنة بقى وفرح وكده، فوالله ما فضيتش خالص ان انا انزل لكم فيديو او امنتج والكلام ده كله. بس مصوره لكم كل حاجة بالتفصيل. والنهاردة في الفيديو ده هنزل لكم ان شاء الله. هتلاقوا في الفيديو ده الحنة كل تفاصيلها بقى، لبسنا ايه وعملنا ايه وسوينا ايه والقاعة والهيصة كلها هتلاقوها في اخر الفيديو ده ان شاء الله. والفيديو اللي جاي هتلاقوا فيه تفاصيل برضو الفرح. فعايزاكم برضو تقولوا لي رأيكم، وهستنى تعليقاتكم الجميلة. وشكرا لكلامكم الجميل وتعليقاتكم الجميلة اللي بتسيبوها لي على الفيديوهات. وشكرا لكل الناس اللي انضمت جديد للقناة، نورتوني وشرفتوني. ويا رب كده اكون عند حسن ظنكم، واكون فعلا بديكم كده طاقة وتحفيز تقوموا تشتغلوا وتشوفوا اللي وراكم. والله غصب عني ان انا يعني قعدت الكام يوم ده اول مرة تحصل ان انا اقعد 4 ايام بحالهم ما نزلش فيديوهات. يعني عايزة اقول لكم انا مفتقداكم في حياتي بطريقة ما اقولكوش يعني. بس الواحد بيجي عليه كده اوقات بيبقى غصب عنه. فسامحوني، حقكم عليا. بس والله هنرجع بقى، وهنرجع بقى ايه بجمدان بقى. ماشي، عندنا بقى شغل تقيل جاي ورا بقى. خلاص بقى، عيدنا وشمينا النسيم وتفسحنا وظبطنا الدنيا. وكمان حضرنا افراحنا والحمد لله اتجوزوا وتمت على خير. ربنا يا رب يهدي سرهم ويكمل كده حياتهم على خير، ويبعد عنهم اي حاجة وحشة. والدنيا كده خلاص بقى، كده خلاص خلصت كل اللي ورايا. نرجع بقى ايه لعيشتنا بقى، ونرجع لحياتنا. ونشوف بقى ايه بيتنا بقى، ونشوف حياتنا، لاني الفترة دي اهملته كتير كتير كتير. فيلا بينا بقى نرجع لحياتنا، ونشوف كده تفاصيل حياتنا، ونشوف كده الدنيا اللي ناقصانا واللي انا سايباها تقلب تعدل. اول حاجة كده زي ما شفتوا، دخلت بقى على اوضة الاطفال. كانت فعلا محتاجة تتروق وتتظبط وتتشال الملايات. انا ما جيتش جنبيها من ساعة ما فرشتها فرش العيد، فما جيتش جنبيها تاني. فيلا بينا كده بقى نظبطها تظبيطة محترمة. لو انت بقى اول مرة تشوفيني والقناة عدت قدامك كده، اتمنى انك تشتركي في القناة، واهم حاجة انك تفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار من قناتي كل ما انزل فيديو جديد. عايزه اقول للناس اللي بتبعت لي برضو وبتقول لي يا هند ما بنشوفلكيش فيديوهات، انت ما بتنزليش فيديوهات. يا جماعه انا بنزل كل يومين فيديو. فالناس اللي ما بتوصلهاش الفيديوهات اقول لكم السبب ايه. ادخلوا على القناه، انتوا عاملين اشتراك والدنيا تمام، بس مش مفعلين الجرس. الجرس اللي هو جنب كلمة الاشتراك، تختاروا الجرس المليان، تدوسوا عليه. اللي هو بيزغرط ده بيعمل جرس كده. هو ده اللي هيخلي الاشعار يجيلكم كل ما انزل فيديو جديد. لكن لو انتوا ما فعلتوش الجرس ده واخترتوا الجرس المليان، مش هيجيلكم اشعارات بالفيديوهات بتاعتي. تمام، اديني قلت لكم اهو. و هسيب لكم الشكل كده قدامكم اهو، ازاي تشتركوا في القناة وازاي تفعلوا الجرس. اهو يعني زي كده، ده اللايك علامة الايد، وادي الاشتراك اهو. وتفعيل الجرس اللي هو ده، بتختاري المليان اهو. بتسيبي الفاضي وبتسيبي اللي هو نص فاضي، وبتختاري المليان، بتدوسي عليه عشان تفعليه. فبالتالي بتجيلكم كل اشعار وكل فيديو انا بنزله. تمام، اظن كده يعني تكون المعلومة وصلت لحبايب قلبي. فاتمنى ان كلكم تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الاشعار بالفيديو كل ما انزل فيديو جديد. تمام، وشكرا لتعليقاتكم الجميلة بجد بجد بجد. انا يعني بحب اصور وانزل الفيديوهات عشان اشوف تعليقاتكم الجميلة وكلامكم الجميل اللي بيتكتب لي في التعليقات. في كذا حد برضو علق لي تاني بالنسبة لأوضة الأطفال، وقال لي إن في دولاب بيبقى بيتعلق كده في الحيطة، وبيترص فيه الهدوم، يعني بيتشال الدولاب ده خالص. ف اوعدكم ان انا هدور عليه وهحاول اجيبه، لانه ده فعلا هيوسع عليا كتير.
يعني انا ماشيه حالي كده، الدنيا تمام كده معايا في الوقت ده حاليا. اول ما ربنا يكرمني كده والدنيا تتظبط معايا، اوعدكم ان انا هعمل كل حاجه انتوا بتقولوا لي عليها بتقترحوها عليا. بس حاليا انا مش هقدر اعمل حاجه لان لسه مش لاقيه اساسا، يعني انا مش لاقيه حاجه او فرصه اشوف فيها ان انا اغير شكل الاوضه، او اجيب سرير بدورين، او اشيل الدولاب ده خالص واحط الدولاب اللي هو بيتعلق دوت. هي ليها كذا حاجه، بس كل حاجه بقى ايه بتمنها زي ما بيقولوا. وربنا يسهل، ربنا يسهل، اوعدكم. ان شاء الله، ان شاء الله ادعوا لي كده دعوه من قلبكم، ربنا يكرمني ويوسع عليا، وهتلاقوني بقى ايه كل حاجه بشاركها معاكم، مفيش حاجه بخبيها عليكم، بحب اشارككم معايا كل حاجه. بصوا هنا بقى انا جبت الملايات ديت بتاعت تويتي حبيب قلبي. تويتي ده كنت بحبه قوي زمان، وكنت على طول ارسمه. وعايزه اقول لكم ان انا زمان كان معايا كورسة رسم كده، حتى لحد ما كبرت يعني ما خلصت مدارس، انا من عشاق الرسم، هوايتي هواية الرسم. فكنت امسك بقى كده الكورسة الرسم بتاعتي، وامسك بقى الاشكال الكرتونيه دي الجميله ديت، والصور كمان الدينيه بتاعت المسيح والعذراء والصور دي كلها. وتلاقوني كده احط الصوره جنبي، واجيب الكراسة الرسم الكبيره بتاعتي وابتدي اقعد كده على روقان ارسمها. وتلاقوني جبت المنظر بالظبط، يعني اقول لكم ايه، يا ريتني كنت فنانه، انا فنانه بس يلا الزمن، يلا الحمد لله الحمد لله. بصوا بقى هنا، بصوا انا فرشت بقى الملايات ديت، وشلت بقى الملايات التانية، هحطهم بقى في الغسالة ان شاء الله بكرة كده، عندي غسلة محترمة. او ممكن كده تلاقوني بالليل الم كده الغسيل، وبرضه هشارككم معايا كل حاجة واغسل الغسلة المحترمة بتاعتي. طبعا الدنيا نظيفة وزي الفل، مش محتاجة ان انا اشيل سجاد، فالسجادة دي بس ايه هكنسها كده، والتانية برضه هشيلها لانها سهلة تتشال، لان السجادة زي ما انتوا عارفين انا جايباه اكبر من التاني، فبالتالي ماسكاه من تحت السرير كده، يعني سنداه من حروف السرير، سنداه بالرجل بتاعت السرير، عشان بقى ما يتحركش وهو طويل غير التاني خالص. حلو ووحش، يعني هو طويل حلو مداري الحيطة الأرض كلها، وفي نفس الوقت طويل مبهدل، يعني مش عاجبني في الجنب التاني، الجنب التاني مش عاجبني فيه خالص. ندمت ان انا جبت الجنب التاني طويل، يعني لا هو نص متر بس، عايزه اقول لكم ان النص المتر الزياده ده هتشوفوه دلوقتي في الجنب التاني. بصوا يعني اهو، بصوا يعني، بص السجادة الأولانية بص واصلة لحد فين، واصلة لحد الحيطة، دي بقى مدخلاها لتحت السرير جوه، مدخلة نصها وتلات ارباعها بره، فاهميني؟ انا عايزة اقول لكم ان الجزء ده انا عملته بعد الفرح، بس انا حطيته لكم الاول وبعد كده حطيت لكم الفرح وراه عشان تشوفوا بقى ايه في الاخر كده تتمتعوا مع الفيديو والاغاني. بس انا ايه مسرعة الاغاني شوية، لان ما ينفعش اسيب الاغاني زي ما هي، لان ده حقوق طبع ونشر وكده، فمش هينفع اسيب لكم الاغنيه زي ما هي، فانا مجريه التجريه كده بسيطه، بس هسيبكم بقى تستمتعوا مع صوت الاغاني والافراح، وتشوفوا الحنه، وتشوفوا العروسه وجمالها، وتشوفوني بقى انا والولاد وكده يعني تمام. بصوا بقى هنا انا كنست بقى الارض خلاص، هفرش هلم التراب اللي لميته، وهفرش السجادة، وتعالوا بقى اوريكم الهدوم اللي هلبسها انا والولاد، وهنلبس وهننزل نروح القاعة. هم عاملين الحنة في قاعة، والفرح بيبقى في الكنيسة، وبعد الكنيسة برضو قاعة، فانا هوريكم النهاردة الحنة، وان شاء الله في الفيديو الجاي هوريكم برضو بعد كده مقاطع كده برضو صورتها، ده بالنسبة للفرح تمام. ف النهارده الحنة ان شاء الله بكرة بعد بكرة الفرح. بصوا بقى هنا خلاص لميت ظبطت كده الدنيا، تعالوا بقى اوريكم اللبس اللي انا لبسته للولاد ولبست انا، يعني احنا في الحنة، فالحنة مش محتاجة فساتين وكده، لبسنا لبس عادي، انا لبست بنطلون وبلوزة كده حلوة، او بادي حسب ما تعتبروه لما تشوفوه. وفي الحنة طبعا لبست فستان، يا جماعة. خلصت بقى الأوضة هنا، استنى اوريكم بقى
المنظر النهائي. وعايزه اقول لكم الشمس كانت طالعه والجو جميل جميل جميل. بصوا الشمس منوره الاوضه من حته الشباك الصغننه اللي مفتوحه دي. بصوا شايفين الشمس عامله ازاي. بصوا الشمس بتيجي على السرير، نص السرير كده، وبتيجي على الحيطه من حته الشباك المفتوحه الصغيره دي. خلصت الاوضه وبصوا بقت تلمع وبتشف ترف كده ونضيفه وجميله. يا رب تفضل كده، ادعولي بقى يا رب تفضل كده. خلصتها والدنيا تمام. يلا بينا ندخل بقى بوريكم هنا الشمس. بقول لكم بصوا الشمس وجمالها. تعالوا بقى اوريكم المقطع اللي هو المفروض كان قبل ده، بس انا ايه بدلته لكم اهو. اول حاجه ده الطقم بتاع فيلو اللي هو الكبير ده، القميص، وهلبسه عليه بنطلون جينز رصاصي. على فكره ده طقم العيد بتاعه. انا ما صورتش طقمة العيد بتاعه الولاد، بس اهي يعني هتشوفوها. بصوا ده البنطلون اهو، وده القميص، وهيلبس تحتيه جزمه او كوتشي، يعني حسب ما نشوف الدنيا هتمشي ازاي على الطقم عادي. وده طقم جاستن برضو، عبارة عن تيشيرت كده برضو جميل، بولو زي البولو كده، خامته حلوة جدا. وهلبسه تحتيه كنت بشوف لسه البس شورت ولا بنطلون، بس جيت بعد كده قلت لا البنطلون ده حلو جدا. وبرضو ده بنطلون العيد بتاع جاستن، فهلبسه له على تيشيرت ماشي معاه جدا. هلبسه معاه حزام وهيبقى شيك جدا برضو، تحت كوتشي تحت جزمة، حسب برضو ما يشوف هو عايز يلبسه. ده طقم الأستاذ المبجل الصغير بتاعنا الأستاذ ماسيو، وده جديد ما اتلبس، كان بتاع شم النسيم، بس هو ما لبسوش، لبسته طقم تاني عشان في المنتزه كانت الدنيا ما بتبقاش نضيفة وكده، الهدوم بتتبهدل، فلبسته حاجة عادية. وده سبته قلت ايه خليه للفرح. دي طقمة الولاد. وتعالى اوريكم جزء كده من الميك اب بتاعي. انا هنا حطيت بقى ايه هقول لكم سريعا كده. حطيت ايه، حطيت اسمه ايه هو، حطيت كريم اساس، وحطيت كونسيلر، وعملت كده بالكونتور عند خدودي، وبعد كده ثبت كله بالبودرة في الاخر. بعد كده حطيت اي شادو فوق عيني نظام بنيات خفيف على في الاخر العين اتقل شوية اللي هو اللون البني الشوكولاتة ده. بعد كده حطيت الاينر، حطيت لون بيج جوه عيني، ما حطيتش كحل اسود. ورسمت برضو تحت عيني ببني غامق، وحطيت الماسكارا بتاعتي، ورسمت حواجبي طبعا. وحطيت بقى ايه اللي هو البلاشر اللي هو بتاع الخدود. وحطيت بعد كده اللي هو اللميع ده اسمه ايه، اللي هو بيتحط برضو في الخدود فوق، هالايتر. وبعد كده رسمت الروج زي ما انتوا شايفين. ده كده كنت مخلصه المكياج، خلصت المكياج الاول. وده الطقم بتاعي اللي هلبسه، ده الصندل، قولولي ايه رأيكم فيه. ودي البلوزة، وده بنطلون جينز اسود عادي خالص قطن. وادي الطقم على بعض اهو لما لبسته، قولولي رأيكم فيه. وشعري طبعا انا لفاه دوامة، او المصريين بيقولوا عليها طاقية، احنا عندنا هنا في اسكندرية بنقول عليها دوامة. فلفيته كده دوامة عشان ما يبقاش مكسر ويبقى حلو. وادي التسريحة بعد بقى ما سرحت، حطيت كده قص على الجنب، وكمان لميت شعري كده من فوق وفردت شعري الباقي. اسيبكم بقى مع مقاطع الحنة، واستنوني في فيديو جديد، وسلام.